ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل نواعم الافران. سبق وعملناها بالعجوه زي ما انتوا شايفين كده. هو المره دي هنعملها بالملبن، وهنعملها ساده، وهنعملها بالعجوه برضو. بس هنعملها النهارده هنزود بالملبن، عشان في ناس كتير قوي بتشتكي وتقولك الملبن بيخرج بره العجينه، الملبن لما اجي بحطه بيلزق مني. لا، النهارده هتعمليها زي ما انت شايفه كده. هو الملبن بنعمله ولا بيلزق في ايدينا ولا اي حاجه خالص، والطريقه سهله وبسيطه، وطعم القرص تحفه، حاجه كده مخدومه وفلاحي 100%. خليكم معايا واحده واحده. المقدار اللي هعمله، هعمل كيلو دقيق. تمام كده. هو كيلو دقيق حطيت عليه نص معلقه من الملح، حطيت عليه معلقتين كبار من السمسم المحمص. اهم حاجه السمسم يكون محمص، ما يكونش ني. وبعد كده هاجي للعجوه. عندي هنا هو ربع كيلو عجوة. دي بتجيبيها من عند مستلزمات الحلويات، بتبقى بصراحة ايه، نوع نضيف وكويس. بحط عليها ايه؟ بحط عليها معلقة كبيرة من السمسم المحمص، وبحط عليها حوالي معلقتين لبن ومعلقة سمنة. انا عشان بستخدم معلقة صغيرة فهتلاقوني بحط ايه، السمسم معلقتين، السمنة معلقة وشوية صغيرين كده هو. وبعد كده بهرسها زي ما انتوا شايفين كده هو. هتلاقوها بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. معلقة السمنة مع السمسم مع اللبن، دي بتطعم البلح بتاعي لما باجي احطها في قلب القرصة، بتخلي طعم العجوة حلو جدا وما بتنشفش معايا في الفرن، وبتخلي ليها لمعة زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده بمسكها اكورها، وهاجي بقى بعد كده هعمل الملبن معايا برضو ربع كيلو. ركزوا بقى معايا في الحتة دي كويس. انتي مش عاوزه الملبن يلزق في ايدك خالص، ولا ان انتي تاخديه وتبصي تلاقيه ساح بره العجين. ايا كان الكميه اللي انتي هتحطيها جوه العجين، مش هيجراله حاجه. بعمل ايه بقى؟ بحط برضو معلقه سمسم كبيره او معلقتين صغيرين، ومعلقه سمنه، بس ما بحطش لبن. تمام كده هو. بلاقي وبدعكم كويس جدا، بلاقي الملبن بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هو. بصوا انا بفرد لكم ايدي عشان اوريكم ان الملبن مش لازق في ايدي خالص. يعني الملبن مش لازق في ايدي خالص. الخميره اللي هستخدمها النهارده دي خميره اللي هي الخميره البلدي. دي بتجيبيها من عند بتاع الفرن. ماشي. هتحطي معلقه كبيره من الخميره عليها حوالي ربع كوبايه من اللبن، مع معلقتين كبار من السكر. تمام. الخطوه دي بعملها برضو قبل ما بقرب للعجين، تكون الخميره بتاعتي ايه، بدات تتفاعل. خليكم معايا واحده واحده. يبقى اول حاجة هنا عملنا الملبن والعجوة، بعد كده عملنا الخميرة. نيجي لتالت حاجة، عملنا السمنة. السمنة مقدارها قد ايه؟ كوبايتين. الكيلو الدقيق بياخد كوبايتين من السمنة. حابة بقى تعمليها بكريستال، تعملي بلدي على زيت، بس ما فضلش ان انت تكتري الزيت عشان ما تنشفهاش منك. يعني انا افضل ان انت تستخدمي سمنة، سواء بلدي سواء كريستال سواء جنة، اي نوع سمنة. وامسك السمنه اسخنها كويس جدا، والسمنه تكون مقدوحه، واروح نازله بيها على الدقيق لغايه ما الدقيق معايا يبقى بالمنظر دوت. بقلبها طبعا بسباتيولا الاول، وبعد كده بفرك بايدي. عندي الخميره زي ما انتوا شايفين كده هو اتفعلت خالص اهي. بعد كده بنزل بالخميره، وبعد كده اللبن. طب اللبن مقداره قد ايه؟ اللبن مقداره زي ما انتوا شفتيني وانا بحطه، كوبايتين مش مليانين قوي. تمام. كوبايتين مش مليانين قوي، وبنزل بيهم. اللبن بتاعي مش بارد ولا اللي هو سخن، دافي كده زي دمعة العين زي ما بيقولوا. ببدأ اكمل عجن. تمام. حسيت ان هي عاوزة سنة لبن حطي، لاني هو انا باخد اللي هو ايه، آه من الكوبايتين باخد حوالي ايه شوية لبن للخميرة، حوالي 4 معالق كده هو. وباخد معلقتين للعجوة، يعني هتلاقيهم المقدار زي كوبايتين الا عقلة صباع. تمام. ده المقدار المظبوط. واعملي العجينة وانت مغمضة، صدقوني النتيجة تحفة. يعني هتاكلي قرص فلاحي حلوة جدا، طعمة ومغذية، وفي نفس الوقت مش مكلفة زي بره. مهما كانت تكلفتها في البيت، اعرفي وخليكي متأكدة ان بره هتبقى اعلى في السعر. بعد كده بقى بكورها. انا هنا عملت حجم القرصة 50 جرام، ما زدتش عن كده. تمام. حابة تصغريها وتخليها 30 جرام، مفيش اي مشكلة. انا هنا بالعجينة ديك هعمل 3 انواع، هعمل بالملبن وهعمل بعجوة وهعمل سادة.
بمسك هبططها زي ما انتوا شايفين كده اهوت، واحط بقى افرد. ما بحطش الكوره بتاعه العجوه في قلب القرصه كده اهو، لا ببططها زي القرصه كده اهوت، وببدا اني انا احطها ايه في قلب العجين. وبعد كده بكورها، بلاقي العجينه بتاعتي مش يعني ايه، اهم حاجه العجين بتاعي ما يبقاش مبين العجوه ولا الملبن. بصوا طريقه اللف، بحطها في النص وببدا اغطي عليها العجين واكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وما ببططهاش قوي ان هي تبقى رقيقه. حابه تبططيها ماشي، بططيها جدا وخليها رقيقه مفيش اي مشكله، بس خدي بالك من سواها عشان ما تنشفش منك في الفرن. بس انا بحبها ان هي ايه، تبقى سميكه كده شويه. نيجي بقى للملبن، بصوا بسم الله ما شاء الله، تبططيه ولا بيلزق في ايدك ولا اي حاجه. يعني في حد يقولك حطي نشا عشان ما يلزقش، حطي سنه لبن سنه ميه، لا خالص. مش هتعملي اكتر من انت هتحطي معلقه سمنه على معلقه سمسم. مش حابه برضو تحطي سمسم مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه معلقه السمنه وتقلبيه بالملبن كويس جدا، مش على النار ولا حاجه خالص. هتبصي تلاقيه بسم الله ما شاء الله معاكي ما بيلزقش. كده عملت 3/4 العجينه. نيجي بقى للربع الاخراني. بصوا هعمله قراقيش كده هو ساده. دي بقى لو حابه بقى تشربيها ايه، بكوبايه لبن بشاي. مش حابه يعني ما بتحبيش اللي هو بالملبن ولا بالعجوه، فهتاكلي الساده. يعني الكيلو بسم الله ما شاء الله عمل لي كميه حلوه جدا. طبعا فاض معايا زي ما انتوا عارفين كام واحده من العجوه، ما سبتهمش، فوضت حته عجينه وعملتهم ايه زي صوابع كده هوت، وهغلفها بالسمسم. فالكيلو عمل لي كميه حلوه جدا. طبعا عقبال ما انا ما بخلص بلاقي العجينه بسم الله ما شاء الله بدات ترتفع وتخمر خالص، وهي باين اصلا زي ما انتوا شايفين كده هو باينه خالص ان هي العجينه تحس ان هي ارتفعت كده هو. انتي ما بتدوسيش عليها ولا بتبططيها خالص، بتجيبي الشوكه وتفتحيها كده هو 3 مرات كده هو من النص. وبحطها في الفرن على نار متوسطه، مش واطيه قوي ولا عاليه قوي عشان لا تتحرق منك ولا تصمد منك. يعني ايه تصمد؟ ان هي تنشف منك. انا عاوزه سواها اللي هو المظبوط. بصوا بسم الله ما شاء الله بتطلع محمره من تحت ومن فوق. وطبعا بتحمر معاكي من تحت ومن فوق لما انت ما بتفتحيش الفرن، فالصهد بيحمرها. لكن لو ما حمرتش وحسيتي ان هي حمرت من تحت ولسه من فوق، بتولعي الشوايه، بتطفي من تحت وتولعي الشوايه وتاخدي بالك من الشوايه. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى، ركزي بقى في الحته دي. بصوا اللي بالملبن، بصوا، مع ان الملبن يعني حاطه كميه ملبن حلوه، ولا ساح ولا خرج بره القرصايه ولا حاجه خالص. وادي اللي بالعجوه برضو حبيت اوريها لكم. ودي اللي هي الكميه اللي هو الايه الساده. برضو هفتح لكم دلوقتي واحده اوريها لكم ازاي مفتحه من جوه وحلوه جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله مفتحه وطعمها صدقوني تحفه. ودي اللي فاضت وعملتها ايه زي منين بالعجوه كده اهو. دي كده بتكون كمية الكيلو اللي انا عملتها، ودي كده بتكون وصفتي النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. وهي دي نواعم الافران، او مش نواعم الافران، دي النواعم البيت اللي هي الفلاحي اللي طعمها تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها، وبألف هنا وشفا على قلبكم.